بعد ما الجن بنوا الأهرامات اكتشفوا إنهم وقعوا في أكبر فخ في تاريخ الكون. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في الجزء اللي فات شفنا إزاي كهنة أمون عملوا صفقة مع الجن لبناء صروحهم العملاقة. لكن الكهنة ما كانوش أغبياء، كانوا عارفين إن القوة دي لو اتسابت حرة هتدمرهم. الخطة كانت مرسومة من الأول، والهرم الأكبر ما كانش مجرد مبنى، ده كان أداة سحرية ضخمة. مع وضع آخر حجر في قمة الهرم الذهبي الصغير، الطقس الأخير بدأ. الكهنة نقشوا على الهرم ده طلاسم بلغة غريبة، مش اللغة الهيروغليفية، دي كانت لغة الجن نفسها اللي عرفوها من خلال تعاملهم معاهم. الطلاسم دي كانت بتعمل حاجة واحدة بس، إنها بتسحب طاقة الجن وتحبسها جوه الهرم اتحول لمغناطيس عملاق بيشفط أرواح وقدرات الكيانات اللي بنته.